الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم المايسترو المجهول. في البدايه مش عايزين ننسى نعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وباذن الله زي ما وعدتكم اللي هتسمعوه هنا مش هتسمعوه في اي حته. هنتكلم النهارده في كذا موضوع، اولهم تآمر اداره الزمالك على افلاس النادي، والغرامه لصالح زيزو ب 40 مليون جنيه، ومدرب الاهلي الجديد. اول موضوعين هو تآمر اداره الزمالك وحكم زيزو، هما 2 في 1. ازاي 2 في 1؟ تعال اقول لك ازاي 2 في 1. اول حاجه، وزيزو ده كان بيلعب فين؟ كان بيلعب في الزمالك. جاله من عرض ال10 عروض، والعروض فيه عروض منهم وصلت ل6.5 مليون دولار و7 مليون دولار، اللي هو بما يعادل او بما يوازي 350 مليون جنيه مصري. مجلس الزمالك عمل ايه؟ قال لك لا، مش هبيع زيزو عشان انا خايف ان زيزو يرجع من بره على النادي المنافس اللي هو النادي الاهلي. طب يا سيدي، انت لو بعت زيزو، ناس كتير قالت انت لو بعت زيزو تقدر تحل مشاكل كتير وهيبقى معاك سيوله كتير. 350 مليون جنيه بقول لك. قال لك لا لا لا، احنا هنلاقي حل لكل دوت، وزيزو مكمل معانا وهنجدد له ومش هنجدد له، الكلام اللي احنا سمعناه ده كله. فضلوا يمطوحوا في زيزو وابوه، ما يردوش عليهم، يصدروا اخبار كذب، يصدروا اشاعات، يشغلوا اللجان بتاعتهم على زيزو وابوه عشان يقلبوا الجمهور الزمالك على زيزو، على اساس ان هم كده بيضغطوا على زيزو. ايه اللي حصل؟ زيزو سابك، ما استفدتش من زيزو بجنيه، والاكبر ان زيزو راح النادي اللي انت كنت خايف ان هو يروحه اصلا، بس الفرق انه راح فري. فانت ضحيت ب 350 مليون جنيه عشان خايف من حاجه لا تحصل، والحاجه ديت حصلت، بس حصلت وانت ما خدتش منهم جنيه. ده اول حاجه. تاني حاجه، انت ما معكش فلوس، راح تجيب لي 12 من 12 او 13 صفقه. طب انت ما معكش فلوس بتجيب كل دوت ليه؟ ما هي كل ده بتتزود عليك، انت ما بتدفعش فلوس. انت عارف انك ما بتدفعش، انت جايب اللعيبه ديت معظمهم انت مش دافع فلوس حتى لانديتهم. يعني انديه اللعيبه اللي انت جايبهم ديت معظمها رفعت عليك قواضي. ده مش انديتهم بس، ده وكلاء اللعيبه رفعت عليك قواضي، وكلاء اللعيبه رفعت عليك قواضي. فانتوا اللي بتتامروا على نفسيكوا، انتوا اللي بتوقعوا نفسيكوا، انتوا اللي بتدمروا نفسيكوا، منكوا فيكوا، من ولاد النادي، من مجلس اداره النادي، من ابناء النادي. مشاكلكوا كلها منكوا فيكوا، لا حد بيتامر عشان يوقعكوا، ولا حد كان مننا احنا اهلاويه شايفكوا اصلا، ولا اي حاجه من اللي في دماغكم. المهم احنا عايزين نشوف كيف تناول الاعلام المصري مشكله افلاس الزمالك، وماذا لو كان النادي الاهلي هو اللي مكان نادي الزمالك. تعالى يا سيدي وانا اقول لك. اول حاجه، 90 ده كل مش 90 ده كل الاعلاميين اللي اتكلمت في الموضوع بتتكلم وتقول لك نادي الزمالك افلس، هيعلن افلاسه، والله يكون في عون نادي الزمالك، يا عيني على نادي الزمالك. وطلع اعلاميين منهم: يا دولة انقذي نادي الزمالك، يا وزير الشباب والرياضة انقذ نادي الزمالك، انقذوا نادي الزمالك انه القطب التاني للكرة المصرية. لدرجة ان وصلت ان المذيع يقول لك انا بطالب النادي الاهلي انه يساعد نادي الزمالك. طب انا هقول لك على حاجة، ما عنديش مشكلة ان اساعدهم، تعلق بانر زمان زي الابيض يعلن افلاسه، وانتوا عارفين الكلام ده كله. المهم ما عنديش مشكلة ان انا اساعدهم، بس والنبي خليهم يجوا لي الجزيرة، يقعدوا على ركابهم ويتحايلوا عليا: والنبي يا اهلي، والنبي يا اهلي ساعدنا، انا بعلن افلاسي، انا غلطت لما قلت عليك 1 2 3، ساعدني والنبي يا اهلي. والنادي، في الناس في النادي الاهلي بقى هي ومزاجها، يا تعطف عليهم وتديهم حاجه هم ورزقهم، يا تديهم افكار بقى يعملوا ايه وما يعملوش ايه، تقول لهم ماليش دعوه، واحنا كده كده ملناش دعوه. بس عايز اعرف لو النادي الاهلي كان مكان نادي الزمالك في الموقف دوت، كان هيبقى الكلام ازاي؟ كنت تتخيل ان الكلام هيبقى من الاعلاميين كده؟ عمرها ما كانت هتحصل. الاهلي لما انسحب كانوا الناس منهم بتطالب بهبوط الاهلي. لما انسحب السنه اللي فاتت ماتش الاهلي والزمالك، كانت ناس منهم بتطالب بهبوط الاهلي. فانتوا ماشيين الكلب مكيالين، ناس كتير منكم ما بتقولش الحق، ناس كتير منكم او ماشيه بسكريبتات من الاعلاميين. وعايز بس افكركم بحاجه، انتوا دلوقتي بتقولوا يا نادي الزمالك ويا دوله ومش يا دوله الحقوا الزمالك. طب ما كده نادي الزمالك هو نادي الدوله. يعني انا بالنسبه لي، هو مش اول مره وزير الشباب يساعد الزمالك، وزير الشباب يساعد الزمالك مره واثنين وثلاثه، وكان بيقعد مع اللعيبه عشان تجدد في الزمالك، وانتوا عارفين الكلام دوت. بس الاهلي مش نادي الدوله، عشان ما اسمعش حد بيفتح بقه يقول لك الاهلي نادي الدوله ومظلوميه ومش المظلوميه. انتوا عمركم ما اتظلمتوا، عمر ما حد ظلمكم. ظلمكم منكم فيكم، ظلمكم منكم لنفسكم. عشان نقفل الموضوع دوت خالص،
عايزين نتكلم بقى على مدرب النادي الاهلي. مدرب الاهلي الجديد الدنماركي اللي اسمه جيستورب او جيستورب او يستورب، زي ما بتتنطق. هما جايبين مدرب دنماركي، وفي حال من ساعة لما اعلنوا او من الناس قالت او ابراهيم فايق قال ان بنسبة 95% ده مدرب الاهلي وحطوه على الشاحن. وانا شايف كمية انتقادات، كمية كلام، والناس مش متفائلة. وفي الحقيقة انا مطمن، ادام انا شفت الكلام دوت مطمن، مش قصدي حاجة والله، بس هفهمك. لما الاهلي بيبقى جايب مدرب السي في بتاعه قوي ومدرب اسم كبير، ما بينجحش. لما يبقى مدرب جاي الناس متفائله بيه ويبقى الكلام اللي بيتقال مثلثات ومربعات في التمرين، وبيعلم اللعيبه الوقوف، وبيعلم اللعيبه من الاول، وكل الكلام دوت اللي احنا عارفينه وسمعناه كتير، المدرب ما بينجحش. كان زي الكلام ده حصل بقى مع مالتي نيول ومع ناس كتير. لما بيبقى جاي مدرب مثلا السي في بتاعه قوي بس مش اللي هو، او اسمه مش معروف قوي، بينجح زي فايلر. فانا من وجهة نظري اننا نستنى على المدرب لحد ما يجي ويمسك، ونشوف الدنيا تبقى ماشيه معاه ازاي. وانا شايف ان الاهلي محتاج مدرب 70 80% شخصيه، 70 80% شخصيه، و20 30% فني. ده وجهة نظري. 70 80% شخصيه عشان يقدر يسيطر على اللعيبه، يسيطر على اوضه اللبس، يقدر ان لو لعيب ما لعبش او قعد دكه ما يلويش وشه، عشان عارف ان في واحد واقف على الخط وعامل له حساب. لعيب لو ما اداش تعليمات المدير الفني في الملعب، او شايف ان اللعيب او بيتكاسل، ماشيه بيتكاسل، لا هيخاف عشان في مدير فني على الخط عارف انه لو شافه ما بيعملش التعليمات، ما بينفذش التعليمات، او بيتكاسل، او ملوش مزاج يلعب، لا انت مش هتبقى معايا الماتشات الجايه، هريحك ماتش 2 3 لحد ما نشوف احنا هنعمل ايه. وانت لو لاحظتني على مدار التاريخ، طبعا في مديرين فنيين او كانوا كلهم فنيا كويسين برضه، بس كانوا فيهم شخصيه. يعني مع الفني كان في شخصيه. فانا اتمنى يكون جيس سورب دوت شخصيه كويسه، وبرده الفني بتاعه كويس. لان هو لو عنده شخصيه ما عندوش فني برده مش هينجح يعني، او مش هيبقى اللي هو الطب اللي في دماغنا، ومش هنشوف كوره حلوه. كده كده هناخد بطولات، بس مش هنشوف الكوره الحلوه. احنا عايزين كوره حلوه مع البطولات. فبرضه اتمنى ان يكون اختيار كويس من الاداره، وانا متفائل بوجود كابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه. فاتمنى يكون اختيار كويس، اتمنى يحقق نجاح مع كوره حلوه. وبرضه اتمنى من الاداره انها في اختيارها ما تبقاش مسترخصه. يعني انت جبت فريق الاحلام ودفعت ملايين الملايين، فمن حقك برضو انك تجيب، او من حقنا احنا عليك تجيب مدرب يليق باسم النادي الاهلي وبتشيرت النادي الاهلي وباللي احنا عايزين نعمله. الكلام ده كله ما تسترخصش في المدير الفني. وان شاء الله لو هو بقى مدير الفني، المدرب الدنماركي دوت اللي هو جيس سورب ده بقى مدير فني، فكل الدعم ليه، وان شاء الله ينجح ويقدم كل اللي احنا منتظرينه. شكرا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده بكره بعد ماتش المنتخب. سلام عليكم.